صباح الخير واهلا بكم في فيديو جديد. معاكم مارو. انا حرفيا لسه صاحي وانا عارف ان هو باين عليا، بس انا حبيت اعمل الفيديو دوت عشان الناس طلبت مني السؤال ده كذا مره. تمام، ان هم 5 سنين في امريكا، اهم 5 سنين في امريكا، اهم 5 سنين في امريكا. طيب اهم 5 سنين في امريكا، انا عايز اتكلم عن الفيديو دوت. عايز اتكلم في الحته ديت على حاجات كتيره جدا. اهم الخمس سنين الاولانيين في امريكا بيعتبروا تاسيس، يعني ما يعني صعب جدا ان انت تعمل فيهم اي حاجه غير الحاجات اللي انا هقولهم لك دول. تمام، بس دي حاجه مش وحشه، بالعكس دي هتبقى حاجه حلوه جدا جدا ليك. بمعنى ايه؟ اقول لك انا بمعنى ايه. بص، الخمس سنين الاولانيين في امريكا، انت دايما لما بتيجي هنا امريكا بتبدا من تحت الصفر، صح؟ كلنا كده. يعني تقول لي يعني ايه من تحت الصفر؟ يعني اقول لك مثلا انت هنا بتيجي امريكا، تمام، بيبقى ما لا معاك عربيه ولا معاك بيت ولا معاك حتى ايجار بيت ولا حتى معاك اكل وشرب ولا عفش ولا معاك اي حاجه، صح؟ يعني حتى الحياه حتى البدائيه بتاعت البني ادم الطبيعي انت اصلا مش معاك. تمام، يعني دايما بنتولد او بنعيش في مصر او بنلاقي الحاجات دي، صح؟ يعني انت بتتولد بتلاقي بيت ابوك، بتلاقي بيت امك، بتلاقي بيت اهلك، بتلاقي بيت جدك، تمام، بتلاقي اكل وشرب، بتلاقي. بس لما بتيجي هنا ما بتلاقيش اي حاجه. انت حرفيا بتبدا بنفسك من الصفر، وانت اللي عمرك اصلا ما بدات من الصفر ديت في بلدك. يعني انت في بلدك ما بتبداش من الصفر، يعني كشاب بيتولد او كده، يعني فاهمني؟ انت بتتولد بتلاقي كل حاجه جاهزه ليك كبني ادم، يعني تمام. فهنا انت بتيجي حرفيا بتبدا من تحت الصفر. اللي هو ليه من تحت الصفر كمان؟ عشان انت كمان بتبتدي تدور على الاماكن، بتيجي تعرف المنطقه اللي انت عايش فيها، بتبتدي تدور على المحلات والاكل والشرب وازاي بتجيب كذا وازاي بتجيب كذا. فحرفيا انت بتيجي على اللي هو ايه، تحت الصفر. تمام، المهم فانت لما بتبتدي اول حاجه تدور على بيت، وبعدين تدور على بيت. تمام، لو انت محوش فلوس من بلدك فبتيجي اصلا بتصرفها في الايجار دوت، اللي هو اول شهر بقى والديبوزيت والحاجات دي، المقدم والكلام ده كله للبيت. تمام، بعد كده بتبتدي بقى تطلع اوراقك، اللي هو مثلا الديبت كارد والجرين كارد والحاجات ديت. تمام، كل ده بيحتاج مصاريف. تمام، ماشي، اوبر رايح جاي وحاجات زي كده. بعد كده تمام بتبتدي تدور على شغل، اللي هو الشغل بقى اللي هو الاقل شغل خالص. انت لسه اللي هو انت حرفيا حتى لو بتتكلم انجلش كويس او متوسط او بتبتدي برضه تلاقي اول شغل كده اللي هو اي حاجه تمشي بيها نفسك تجيب بيها فلوس. تمام، فدي مثلا او حوالي اول 6 شهور راحت منك ولا حاجه مثلا. تمام، تبتدي بقى ايه، تبتدي تبروسس حياتك، اللي هو ايه، ابتدي احوش، اجيب كنبه، اجيب انتريه، اجيب ثلاجه، اجيب بوتاجاز، اجيب تحوش واحده واحده واحده، تجيب الحاجات دي في بيتك. بعد كده في نص الطريق تبتدي تدور على عربيه بدل ما انت تاخد اوبر وتشوف بقى ابنك وبنتك او هكذا. تمام، وبعد كده بتبتدي بعد اول سنه تبتدي تقدم في الجامعه لاولادك، او انت كشاب بتقدم في الجامعه او اخواتك وكده. بعد كده بتاخدكم من 4 ل 6 سنين تخلصوا جامعتكم. تمام، فدايما اول 5 سنين دي بتبقى لعبكه. بس دي مش حاجه وحشه، ليه؟ انت بتبقى تاسست صح. معنى ايه؟ انا جبت كل حاجه من الزيرو من 5 سنين، جبت كل حاجه في بيتي من 5 سنين. ممكن تكونوا لو انتوا اسره حوشتوا فلوس، تمام، والفلوس ديت مثلا عملوا مبلغ كويس، مثلا يعني لو حوشتوا مثلا كل سنه $10,000، انا بدي مثال يعني معاكم $50,000 بعد 5 سنين، صح؟ تقدر تحطهم في داون بيمنت اللي هو مقدم في بيت. تمام، ومن المقدم البيت دوت تشتري بيت وتقسطه، يبقى انتوا اهو في اسره بعد 5 سنين معاكم بيت ملك في امريكا، which is not bad. دي حاجه جامده جدا 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 يعني. تمام، تبتدي بعد ال5 سنين دول لو انتوا كان معاكم عربيات اقساط، يبقى كل واحد خلص قسط عربيته، عشان قسط عربيته بتاخد له حوالي 4 سنين ل 5 سنين. يبقى انت حرفيا زي ما قلت لك ان بدات من تحت الصفر حرفيا، بس بعد ال5 سنين دول انت حرفيا معاك كل حاجه الحمد لله. انت معاك بيتك ملكك، معاك عربيتك ملكك، خلصت جامعتك، وده الحاجه اللي اقولها برضو، انت في ال5 سنين هتكون اكيد خلصت جامعتك. تمام، مش ناقصك حاجه فده اهم 5 سنين في حياتك في امريكا. ليه؟ عشان بعد ال5 سنين دي تبتدي بقى تفوق لنفسك، تبتدي كده بعد ال5 سنين دي تبدا حياتك اللي انت اصلا كنت سايبها في مصر. لو انت كنت اوريدي مخلص جامعتك مثلا، كنت عندك بيتك، عندك عربيتك مثلا، بتاكل تشرب عادي، عارف فين الاماكن، عارف. فال5 سنين دي تبتدي بقى تكون ايه، انا عرفت كل المصالح الحكوميه بتروح ازاي، عرفت كل الاماكن اللي حواليا بتروح ازاي، عرفت ازاي اجيب اي حاجه، عرفت ازاي عندي عربيتي، عندي شغلي، عندي جامعتي، عندي. تيجي بقى ايه، تفكر بقى ايه في طموحاتك في امريكا. هو ده اللي انا بتكلم عليه. تبتدي تفكر في طموحاتك في امريكا.
امريكا، اللي هو بقى ايه، انا عايز افتح بيزنس، انا عايز مثلا اسافر حوالين العالم، انا معايا باسبور امريكي. ما انت بعد ال5 سنين برضو هتكون اخدت الجنسيه، عشان كده بقول اهم 5 سنين في حياتك. تمام، هو بقى انا اسافر بقى، اروح هنا افتح بيزنس بره، اروح اسافر دبي، اعمل اي حاجه بقى. تمام، فساعتها بيبقى عندك ايه، العلامه كامله. تمام، عارفين ال5 سنين دول بيبقى ما خلاص بقى الجنسيه اخدتها، خلصت جامعتك، الانجليش بتاعك بيبقى جامد جدا، عرفت كل حاجه في البلد. تمام، ممكن يكون اشتغلت في شغلانه كويسه وترقيت فيها، عرفت خبرات كتيره، فبقى خلاص انت لميت امريكا في ال5 سنين دي. فبعد ال5 سنين دي تعرف تاخد قرار في حياتك في امريكا، اللي هو يمين ولا شمال، اروح هنا ولا اعمل هنا، اشتري كذا ولا ما اشتريش كذا. معاك كريدت سكور اللي هو انت بنيته في ال5 سنين دول. تمام، فدايما ال5 سنين دول ما تضيعهمش في لهو بقى وهزار وسفر وعشان الحياه في امريكا هنا مفتوحه. تمام، مفتوحه من ناحيه بقى بنات وخمور ومش عارف ايه. انت لو انصبت للحته دي تمام، صدقني هتبعدك عن حاجات كتيره جدا. تمام، بس انت لو ركزت في المنطقه التانيه اللي انا بكلمك فيها تمام، يبقى انت كسبت كل حاجه في الحياه حرفيا، يبقى انت كسبت كل حاجه. بص، امريكا عامله زي البلاعه، تمام، او هما بلاعتين، في بلاعه تاخدك للحاجه الحلوه وفي بلاعه تاخدك للوحشه. الحلوه اللي انا قلتها لك، الوحشه ان هي ممكن ترميك بقى في كريدات وديون وعليك فلوس واقساط وانترستد عالي على البيوت ومش عارف ايه، وتاخدك في موضوع الخمور والنسوان ويوديك في 60 داهيه. تمام، فهي دي مشكله امريكا، تلاقي الدنيا مفتوحه لك في كل حاجه، عندك الحلو وعندك الوحش. تمام، حتى الوحش اللي انت بتفكره في بلدك وحش هو هنا مباح. ايه ده الناس كلها بتعمله عادي، الناس كلها بتشرب خمر عادي، الناس كلها معاها نسوان عادي، الناس كلها عايشه كده عادي. تمام، فابتدي انت بعقلك تشوف كل حاجه بقت عادي، وهي دي المشكله. تاخد بالك من الحاجات دي عشان مفيش حاجه اسمها عادي. تمام، فانت امريكا لو مسكتك في الحاجه دي اللي هو فاهم، هتلاقي نفسك وقعت. ليه؟ عشان انت دايما هنا بتلاقي ان الناس كلها اللي عايشه هنا، بتلاقي امريكان صحاب البلد، وتلاقي مكسيكان جايين هنا من زمان وعايشين هنا واتولدوا هنا وبقوا هوملس في الشارع. عمرك ما سالت نفسك ليه؟ يعني ليه انت كشاب عايش من بره او جاي من بره تمام، هيبقى معاك فلوس ومعاك واشتغلت وتعبت، والناس التانيه دول قاعدين في الشارع تمام، والهوملس دي مثلا قاعدين في الشارع؟ دايما فكر كده، او دايما استخدم جوجل عادي، افتح شوف ليه في كميه هوملس كتيره، وليه بسبب الديون، فلوس الكريدت سكور بتاعهم اللي باظ، وبسبب ان هم خمور ويضيعوا نفسهم في دراجز وضيعوا. تمام، فانت ما تحطش نفسك في الحته دي. انت عندك 5 سنين في امريكا هم اهم 5 سنين في حياتي. انا هعيش على ال5 سنين دول حرفيا. ال5 سنين دول انا لو عملت بروسيس وحاجات فيهم بالترتيب ستيب باي ستيب صح، انت يا معلم كسبت خلاص. انت مش هتبقى محتاج اي حاجه حرفيا بعد ال5 سنين دي. سكور كريدت يخليك تجيب اي بيت في امريكا حرفيا. الناس بتقعد تقول لك السكور كريدت حرفيا ال5 سنين دول كفيله ان انت تجيب بيهم كل اللي انت عايزه. تمام، ال5 سنين دول لما تكون خرجت من جامعتك اقسم بالله العظيم 3 مش هتعمل لك اقل من 10,000 15,000 على حسب التخرج بتاعك. انت واحد لو دخلت طب ولا صيدله ولا الكلام ده والله العظيم هتعمل فلوس جامده جدا. تمام، ودي البوينت التالت او التانية مش فاكر يعني. تمام، اللي هي بتاعت الشغل. ما تجيش تقول طب انا ليه اشتغل 5 سنين كاشير، ولا اشتغل في حاجات سموك شوب، ولا اشتغل مش عارف ايه ايا كان يعني اوبر ولا اعمل المبلغ دوت ومش عارف ايه. ده مش عدل. مش عدل عشان انت لسه جاي، انت بتشتغل شغلانات بدائيه لسه هنا في امريكا، مش حاجات عاليه يعني. تمام، فانت فكر في المستقبل، فكر ان انا بعد ال5 سنين دي انا هعمل مبلغ جامد جدا. انا حرفيا ممكن اجيب بيت لوحدي كمان، واهلي يجيبوا بيوت لوحدهم ونعيش حياه كويسه. دايما انت بتسال ان ليه الامريكان دول عايشين كده، ازاي الامريكان دول جايبين بيوت ومش عارف ايه وعربيات وايه عشان هم طبعا صحاب البلد وعايشين هنا مولودين هنا، اجدادهم فعندهم كل حاجه، بلس ان هم بيمشوا بالحياه الطبيعيه بتاعتنا، اللي هو انت بتتولد بتذاكر بتتعلم لحد سن كذا، بتبتدي تخش جامعات، وبعد كده بتبتدي تدرس وبتبتدي تشتغل مع شغلك وتتخرج فاهمني، فبتمشي حياه طبيعيه. احنا عندنا تمام بيبقوا الناس عايزين يعملوا سكيب لحاجات كتير، اللي هو فاهم، لا انا مش عايز ادرس، لا مش عايز ادرس يا عم، انا بعمل لي $3000 ماكسيمم بقى لو واحد جايب فاهمني، يعني بعمل لي $3000 وخلاص انا جبت الايفون، جبت العربيه اللي انا عايزها بالقسط. طب ما انت مش واخد بالك من حاجه. تمام، الحياه هنا مش عربيه وقسط يعني مش اسم عربيه، مش عربيه مثلا ولا ايفون ولا كده خلاص السلام عليكم. مش دي امريكا. اصل انت لو جاي امريكا، اصل كلنا بنفكر كده، لو هو عايز عربيه وايفون ومش عارف ايه. بس انت لو جاي امريكا عشان
انت غرضك بس في الحياه ارجع تاني، والله العظيم ارجع تاني بلدك. اصل صدقني يعني في غيرك عنده طموحات كتيره جدا جاي هنا اولى بالحاجات دي، اولى بالمكان اللي انت اخدته مكانه ده. ما انت فكر كده، ما هم يعني دايما بتقعد تقول كده يا رب انت في مكان حد، يعني انت لو ما رحتش كان في حد تاني هيروح مكانك، تمام؟ فانت ما تجيش وما تعملش حاجه، تمام؟ وحرفيا ضيع الفرصه ديت على شخص تاني، تمام؟ في حين ان الشخص التاني ده كان ممكن يعمل حاجات كتيره جدا عشان هو يبقى عنده طموحات كتيره جدا، تمام؟ يا رب يكون الفيديو يعني كان فيه معلومات كافيه وحاجات، يعني بحيث ان انا عايش هنا فبقالي كتير ففاهم شويه حاجات، وعشت وشفت اصحابي وناس واهل وهيك وكده يعني، تمام؟ فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك في القناه، واكتب تحت في الكومنت ايه الاسئله اللي انت حابب تسالها لي، تمام؟ وانا ان شاء الله هعمل عليها فيديو. وهسيب لكم تحت في اول كومنت الانستجرام بتاعي، لو عندك برضه اي سؤال ممكن تبعت لي مسج. See you guys next video. سلام.